بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان فرصة لوصل الأرحام وشد ميثاق العوائل الكرام، فيزورك رحمك وتزور قرابتك، فيجتمع الشمل ويأنس الأهل، فتتقارب المحبة والوفاء وتتباعد الكراهة والبغضاء، وبذلك رغم أنف الشيطان وارتفعت رايات الجنان منادية: لا قطيعة بعد رمضان. يا صلة الرحم، أي مكانة قد سموت، حتى غدا رب العزة يراضيك فيقول: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لك الله أيها البيت المسلم، وقد جمعت تحت سقفك الأرحام، وطردت الشرور والقطيعة والآثام، ونشرت الحب والود والوئام، فتلك نعمة عظيمة ومنزلة كريمة. إن صلة الأرحام من أعظم ما يدني إلى دار السلام، فإن جافاك أخوك فبادر إلى زيارته واطوي صفحة الماضي، وإياك أن يدخل الشيطان بينكما فيفسد، ودع عنك التعذر البارد، فإن تعللت فقد أصاب الشيطان منك مقتلا، وإن كنت القاطع فبالتصحيح سارع، واستقبل شهر الرحمات بأجل القربات، فصلة الأرحام عبادة ومحبة ووئام، وليكن شعار بيتك في عالي: صلة الأرحام طريق دار السلام. السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟